في سنة 2017 في منطقة رينكون دي لوس ساوسيس في الأرجنتين غادي تلقى جثة ديال واحد الشابة محروقة في الغابة. وشنو علاقة تجار المخدرات بها؟ كل شي غادي يبدا نهار 21 جولاي 2017 في أقصى شمال مقاطعة نيو كوين في الأرجنتين، وتحديدا في منطقة رينكون دي لوس ساوسيس. واحد السيد كان خارج كيدير رياضة الجري ديالو كيف ما موالف ديما، وكان مخرج معاه كلابو بجوجهم. فاش وصل لواحد البلاصة معزولة واحد شوية اللي كتبعد ب6 كيلومتر على الحدود ديال المدينة، الكلاب ديالو فجأة غادي يهربوا منه وغادي يدخلوا بحال قلتو هي كانت ديك البلاصة بحال شي ميني غابة. دخلوا لتما وبقاو حاضين واحد البلاصة اللي فيها هكا الربيع، ما عرفتش دوك الربيعات الصغيورين وكذا. بقاو تما عاسين وما بغاوش يتحركوا، واخا عيا ما يعيط ليهم ما بغاوش يتكلموا ليه، بقاو تيشوفوا في هذيك البلاصه ومركزين عليها. فاش قرب السيد هنا باش يشوف اشنو كاين، غادي يلقى واحد الكومه ديال الردم مليوحه تما اللي كانت كتثير الشبهات واحد شويه. كان كيبان ليه باللي فيها الاعواد ديال الشجر، كانوا فيها هذا طروفه ديال الخشب، لقيتي شي طبله مهرسه ولا دوك الخشبات البلانشات ديال الناموسيه، وكانوا حتى البنوات ديال الطوموبيل. هاد الشيء كان ديجا محروق، ولا بحال قلتي يلاه شعلات العافيه وهي غاديه وتطفى، وكان باقي الرماد ديال تما سخون. فاش زاد قرب واحد شويه مازال باش يشوف اشنو هذاك الشيء، حتى كيبانوا ليه ملامح ديال جثه بشريه. السيد هنا بيان سيغ غادي يتخلع من تما، طار عيط للبوليس باش يجيو يشوفوا اشنو كاين. فاش وصلوا البوليس مع فرقه الادله الجنائيه، هنا بداو كيحيدوا هذاك الشيء اللي كان الفوق ودوك الخشب ودوك البنوات وداك الشيء. غادي يتفاجئوا باللي الجثه كانت كامله محروقه، تقريبا 90% ديالها كاملو مشوط كاملو مشى، لدرجه ان الجثه بهذيك السخونيه اللي دوزات، ولا شوف شحال المده وهي تما تتحرق، تكمشات لدرجه ما بقاتش فايته متر و10 سنتيم. في مسرح الجريمه البوليس لقاو باللي كاينين بزاف ديال الاثار ديال الصبابط، وزيد عليها بزاف ديال الاثار ديال البنوات ديال الطوموبيلات، اللي هنا قالوا ان هاد الشيء راه ماشي غير شخص واحد اللي دارو، ولكن بزاف ديال الاشخاص. زيد عليها كانت عاطيه واحد الريحه مجهده ديال المواد القابله للاشتعال. هاد الشيء اللي كيعني انهم حاولوا يحيدوا الاثار ولا المعالم ديال الجريمه بمره، بسبب البرد والظلام اللي كانوا في ديك المنطقه الريفيه. البرد في شهر 7 كيفاش الله اعلم، ما عليناش. بسبب البرد والظلام في هذيك المنطقه الريفيه، البوليس قرروا انهم يحبسوا التحقيق نهار 21، مخافه انهم يدمروا شي دلائل بالغلط ما يشوفوهمش مثلا، ولا فاجلوا التحقيق للغد اللي هو نهار 22 جولاي، وجاو مع العشرة الصباح. فاش رجعوا لغد ليه، الجثه كانت في حاله كارثيه. كيف ما قلت لكم ان العافيه كانت وقيله مجهده بزاف لدرجه انها كمشات الجثه، فما قدروش انهم يعرفوا واش الضحيه اللي قدامهم مراه ولا راجل. الحاجه الوحيده اللي نجات من هذاك الحريق هو واحد السلسله كانت لابسها الضحيه، كانت واحد السلسله ديال اللولو في الغوز. الصدمه الاولى اللي عندنا في هذه القضيه غادي تبان في غرفه التشريح الطبي. الطبيب الشرعي هنايا فاش كان كيفحص هذاك البقايا المتفحمه ديال الجثه، غادي يكتشف باللي الجثه كاين الداخل ديالها جنين. هذا الشيء اللي كيعني ان الجثه كانت مراه، زيد عليها كانت حامله في شهرها السادس ولا السابع. اما باش يتم تحديد سبب الوفاه فراه كان شبه مستحيل بسبب الحاله الكارثيه اللي كانت فيها الجثه، لدرجه ان البصمات وحتى السنان كانوا مدمرين. فبقى عندهم حل واحد اللي هو الدي ان اي، ولكن ما كان عندهم مع من يقارنوه. داكشي علاش البوليس قرروا انهم يمشيو ويقلبوا في الميسين ريبورتس اللي داروا في هاد 24 ساعه الاخرى، ومن هنا غادي يبدا يبان كل شيء. في نفس الليله ديال 21 جولاي، وفاش كانوا البوليس ملاهين مع الجثه، هنا دخلت واحد العائله للكوميساريه باش تقدم بلاغ اختفاء على البنت ديالهم اللي كانت في عمرها 26 عام تقريبا، اللي كانت سميتها فرناندا بيريرا.
وقالوا للبوليس عاوتاني بلا هما ديجا مولفينها انها كتغبر شي ايامات وكتعاود ترجع، ولكن علاش هاد المره بالضبط اللي خافوا وجاو بلغوا على الاختفاء ديالها بهاد السرعه وانها خلات معاهم ولدها الصغير واللي مستحيل انها تغبر عليه النهار كامل، وتقدر مثلا تخليه عندهم واحد الساعه ساعتين نص نهار كاع الا كثرات وتترجع ليه. زيد عليها كانت حامله. اخر اتصال من فرناندا كان واحد الميساج صيفطاتو لصاحبتها مع 8:03 ديال الليل نهار 20 جولاي، اللي كان كيصادف عيد الصداقة. كتبت ليها فيه واحد الميساج اللي نقولوا شوية غريب وحزين ولا محزن زعما. قالت ليها حاولي ما تعطليش عليا حيت يقدر غدا ما نكونش هنا كاع. وقبل ما تسافر لرينكون دي لوس سابسيس هنا كانت عنقات العائلة ديالتها كاملة وقالت لهم يقدر هذه تكون اخر مره تشوفوني فيها. نرجعوا للبوليس هنا اللي فاش شافوا هذاك الميسين ريبورت عيطوا على العائله ووراوهم هذيك السلسله. العائله هنا فاش شافوا السلسله كاملهم بداو كيبكيو واكدوا للبوليس بلي هذيك السلسله ديال فرناندا، وقالوا لهم بلي الجده ديالتها هي اللي كانت لبثاتها ليها ايام قلال قبل ما تغبر. من بعد دار تشريح واحد اخر للجثه، وهنا اللعبه غادي تبدل. طبيب الشرعي هنايا لقى بلي الضحيه تعرضت ل5 ديال الطعنات قاتله. طعنه كانت في الجهه اليسريه ديال الصدر و4 كانوا في الظهر في الجهه ديال الرئتين. هذا الشيء كيبين ان الضحيه كانت في مواجهه ولا في مدابزه، والطعنات المره الاولى من بعد فاش حاولت تهرب تما فين عاودوا طعنوها هذوك 4 طعنات في ظهرها. DNA اكد بلي الضحيه هي نفسها فرناندا. فرناندا في الأصل هي من منطقة سان رافائيل، وجات لرينكول وهي مازال مراهقة، وحملت بولدها الأول وهي عندها غير 16 عام من واحد الملاكم محلي سميتو أديمار أورلاندو واللي كان معروف بالسمية ديال بيتشو. هاد بيتشو كان وحش بمعنى الكلمة، كان كيعاملها خايب كيضل يسلخ فيها بالليل وبالنهار. زيد عليها كان كيحاول يفرقها على العائلة ديالها، لدرجة أن فرناندا مورا ما ولدات وولدها بدا كيكبر شوية كانت كتعلمو أنه يكون راجل مزيان باش بأنه يدير العكس ديال داكشي اللي كيشوف باه كيدير. في 12 مارس 2014 فرناندا كانت غادية هي وصاحبتها بالطوموبيل باش تشري لكوش لولدها، حتى وقف عليهم بيتشو بالموتور وحبس عليهم الطريق. حل الطوموبيل دخل وبدا كيسلخ فرناندا، يهلكها بالعصا تيضربها لوجهها لاي بلاصه بانت ليه. وهادشي كاملو قدام ولدها الرضيع اللي كانت ديك الساعه هازاه وكترضع فيه. البوليس جاو وبداو كيجروا فيه بزز وما بغاش يطلق منها، وكان ديك الساعه باقي كيسلخ فيها. وقبل ما يدخلوه للطوموبيله ديالهم غادي يدور عند فرناندا وغادي يقول لها الا كملتي في هاد الشكايات غادي نقتلك. فرناندا هاد المره ما خفتش منه وتابعته قضائيا. بيتشو هنا دوز غير 5 ايام ديال الحبس، وفاش خرج بقى ديما كيهدد فيها لدرجه ان البوليس دار واحد الحمايه مشدده على دارها. وفي ماي ديال 2015 المحكمه غادي تحكم عليه بحكم موقوف التنفيذ بلا حبس. البوليس في الاول شكوا باللي بيتشو هو اللي غادي يكون قتل فرناندا، ولكن كانت عنده واحد الالاباي قويه اللي هي حجه غياب، فهاد الشيء خلاه يخرج من دائره الشك. البوليس مشاو في واحد الفرضيه اخرى واش قتلوها باش تسكت، حيت في 19 نوفمبر 2016 واحد الولد في عمره 16 عام سميتو فرانكو اوريانو قتل بقرطاسه في الصدر من واحد الطوموبيله بيضاء. البوليس شدوا واحد سميتو ماوريسيو طابيا. فرناندا كانت شاهده عيان في هذه القضيه، والمحامي ديالها اللي كان شاد لها القضيه ديال بيتشو ضغط عليها باش تشهد ضد ماوريسيو، ولكن فرناندا رفضت وبلغت على هذا المحامي لجنه التفتيش القضائي. هذا الشيء خلى الاسم ديالها كشاهده اثبات يتسرب للعلن، والعائله ديالتها بدات كتلوم في المحامي حين ترجعها سنيتش او لا مخبره قدام العصابات. البوليس شكوا واش ماوريسيو هو اللي يكون كلف شي حد واخا كان في الحبس باش يصفيها ليها، ولكن من بعد هذه الفرضيه طاحت حيت ماوريسيو تبرأ من جريمه القتل. المدينه ما كانوش فيها بزاف ديال الكاميرات المراقبه، كانوا فيها تقريبا غير شي 10. وحده من هاد الكاميرات شدات فرناندا لاخر مره وهي راجعه من السفر اللي عند باها وولدها، وشدت معها واحد 2 طوموبيلات اخرين، وحده رينولد كانغو والاخرى هيلوكس. البوليس استنتجوا بلا فرناندا تجرات بزز منها لهاديك الكانغو وتما فين طعنوها للموت والطوموبيل كتحرك.
البوليس بقاو متبعين الكاميرات كاملهم اللي بانت فيهم هذيك الطوموبيل حتى وصلت لواحد الكاست هاوس مع 9:10 دقائق الليل. خرجوا منها 5 ديال الناس هازين واحد المنطقه كبيره وثقيله وبقاو غاديين بها حتى حطوها فوق واحد الماكينه الصابون. البوليس قالوا بلا هذيك المنطقه هي اللي غادي يكونوا خباو فيها الجثه. من خلال الرقم ديال البلاكه والوجوه ديال هذوك الناس البوليس قدروا يعرفوا واحد فيهم اللي كان سميتو لوتشيانو هرنانديز. لوتشيانو كان هو الحبيب الثاني ديال فرناندا من مورا ما تفارقات مع هذاك الملاكم، ولكن لوتشيانو كان كفس من بيتشو، كان مدمن المخدرات وكيتاجر فيها في نفس الوقت. كان كيحول السلعه بين حقول النفط ديال نيو كوين ومندوسا. لوتشيانو هنا استغل فرناندا وخلاها تولي مولا اولا مهربه كتنقل لهم السلعه من بلاصه لبلاصه وهما كياخذوا الارباح، وهذا الشيء اللي خلى فرناندا حتى هي تطيح في الادمان ديال الطحين. فرناندا قبل ما تموت قررت انها صافي تبعد من هذا المستنقع وتفرقت معاه. وفي 17 جولاي قالت لباها باللي هي خايفه بزاف من شي ناس وواحد منهم سميتو لوتسيتا. وفي 19 جولاي فرناندا عيطت لماماها وقالت لها ماما غنبعد على هادشي كامل، لوتشيانو شيطان واخبت واحد عرفته. وحتى الجده ديالتها سمعت لوتشيانو كيغوت على فرناندا في التليفون كيقول لها الا رجعتي لرينكون غنقتلك وما غتعيشيش نهار اخر. فرناندا هنا كان كيصحابها بلي لوتشيانو غير كيضحك معاها، ولكن هو قال لها غير رجعي وغتشوفي شنو غندير. نهار 27 جولاي البوليس داروا مداهمه لهداك الجيست هاوس وواحد الدار اخرى ديال واحد من المتهمين. تم اعتقلوا لوتشيانو مع واحد جوج صحابو اخرين، اوزفالدو كاستيو ودييغو ماريلان. البوليس خداو حتى الصبابط ديالهم اللي من بعد لقاوهم كيتماتشاو 100% مع الاثار ديال الصبابط اللي كانوا حدا الجثه ديك الساعه، وحتى الروايد ديال طوموبيلاتهم حتى هما كيتماتشاو مع الاثار اللي كانوا لقاو. وزيد عليها في الدار لقاو الاعواد ديال داك الشجر، لقاو بنوات مقطعين، ولقاو حتى واحد البيدو ديال ليسونس. هادشي كيدل على ان كاع المكونات ديال المحرقه كانوا ديجا عندهم. ولكن الصدمه الكبيره اللي هزات الاعلام الارجنتيني هي فاش غادي يدخلوا لواحد من دوك البيوت اللي في هذيك الدار وغادي يلقاو مذبح و طقوس ديال السحر الاسود. لقاو الشمع في الكحل الابيض والاحمر دايرين بالتصويره ديال سان لامويرتي. لقاو ايضا واحد الزريبه صغيره كانوا دايرين فيها واحد شويه ديال الغنم اللي كانوا ناويين انهم يذبحوهم ويقدموهم كقربان. زيد عليها لقاو واحد المونيكا في نفس الطول ديال فرناندا وكانوا ملبسينها واحد البيريك في نفس اللون ديال شعر فرناندا محطوطه كقربان للموت. زيد عليها فاش حيدوا الاوزفالتو التيشيرت ديالو غادي يلقاه واشم واحد التصويره ديال 6 العيالات محروقين، كان ك6 العيالات معاهم العافيه. غادي نخلي لكم التصويره ديال الوشام. هادشي كيعني ان الطريقه باش تحرقات فرناندا كانت نفسها اللي هو واشمها في صدره، وكان ايضا واشم صوره ديال الشيطان والتنانين. اعلام هنا بدا كيقول بلا فرناندا كانت ضحيه ديال قربان بشري شيطاني. البوليس داروا مسح جنائي للدار كامله ما لقاو فيها حتى قطره ديال الدم، ولكن فاش فتشوا الكانغو ديال لوتشيانو بتقنيه اللومينور لقاوها كامله عامره دم. يعني هذيك الطوموبيله ديال لوتشيانو هي مسرح الجريمه. لقاو بقايا ديال الدم والشعر ديال فرناندا في اللور ديال الطوموبيل. السقف كان كامل عامر، يعني فاش كانوا تيطعنوها الدم طرش في الطوموبيله كاملها. واخا لوتشيانو غسل الطوموبيله مزيان، ولكن كيف عارفين اللومينول واخا تعيا ما تغسل كيبان. والحاجه اللي غريبه اكثر في هذه القضيه هي ان رقم 6 كان حاضر وبقوه في هذه القضيه. فرناندا كانت حامله في 6 شهور، الجثة تلاحت ب6 كيلومتر بعيدة على المدينة وفي جانب الطريق رقم 6. هاد الشيء اللي خلى الفرضية ديال الرقم الشيطاني 666 تكون واردة في هذيك العقلية المريضة ديالهم. وفي وسط هاد الشيء البوليس غادي يديروا التحليل ديال الأبوة لهذاك الجنين اللي كان في كرش فرناندا، ولقاو المفاجأة هي أنه أصلا ماشي ولد لوتشيانو. الأب الحقيقي كان واحد السجين سميتو كيفن كاراسكو. عييت من هاد السميات داكشي علاش خاصني نقرا قهروني. هاد كيفن اعترف للبوليس باللي بصح فرناندا كانت حامله منه، يعني لوتشيانو كان عنده حقد مضاعف، شك في الابوه، وزيد عليها فرناندا اللي كان كيقول راها غادي تمشي تفضحهم.
المتهمين 3 بقاو شادين في هضرتهم وكينكروا جميع التهم. بما ان الكاميرات بينات 5 ديال الناس ولكن البوليس شدوا غير 3، التحقيق غادي يبقى مستمر حتى ل 21 سبتمبر تما فين غادي يشدوا دوك جوج الاخرين. دابا ولا عندنا اندريا بيروكا اللي هي مرت اوزفالدو، وعندنا فابيو ماريلان اللي هو خو دييغو. اندريا كانت متهمه بانها كانت عارفه كل شيء ومخبيه على راجلها، زيد عليها عاونات راجلها باش الغد ليه اللي هو نهار 21 جولاي تعاونوا باش يغسلوا الطوموبيله ويحيدوا منها كاع الدم. وفابيو حتى هو كان عارف ومتستر على الجريمه. المتهمين كانوا صعاب بزاف بسبب العائلات ديالهم. الاب ديال دييغو وفابيو كان ديما كيحضر لهذوك الجلسات التمهيديه وكيقيد السميات والعناوين ديال كاع الشهود في واحد لاجوند، وخرج الفيسبوك كيبارطاجي السميات ديال كاع الشهود وكيهددهم بالقتل. هادشي اللي خلى النيابه تحرك ودير واحد الحمايه مشدده على جميع الشهود، وايضا اعتقلوا الاب بتهمه التهديد الجنائي. هذا من جهه اخرى مامات فرناندا في وحده من الجلسات غادي تدفع البوليس اللي كيكونوا واقفين قدام المتهمين وغادي تهجم على واحد منهم وغادي تضربوا لراسو، وتما بدات كتغوت وكتحلف عليه وكتقول لهم صفيتيها لبنتي وخطفتي لي حفيدي غنقتلك ابد الحرام. التحقيق كان غادي يدمر كامل فاش خرجت التقرير الاولي ديال هذاك الدم اللي تلقى في الطوموبيل اللي كيقول باللي الدم ماشي بشري بسبب كميه المنظفات اللي كانت تما. هنا البوليس والعائله ديال فرناندا غادي يطعنوا في هذاك التقرير وغادي يطالبوا باش دار فحص اخر. هنا فاش غادي يخرج تقرير جديد غادي ياكد لهم باللي داك الدم ديال فرناندا نيت. البوليس فاش طاحوا على التليفونات ديال المتهمين وبداو كيسمعوا المكالمات اللي مسجلين من داخل الحبس، غادي يلقاو اوزفالدو كيقول لدييغو الا هضر نيكولاس مع البوليس حنا بستة بينا غنمشيو فيها. نيكولاس اللي هو مول ديك دار الضيافه داك الجيست هاوس. هاد الشيء اللي حير البوليس حيت هما شادين غير 5 واوزفالدو كيقول راهم 6. ولكن الدليل القاطع غادي يلقاو في التليفونات ديال الاخوه ماريلان واحد اللائحه سوداء مكتوب فوقها لاس بوكوناس، يعني اصحاب الفم الكبير ولا اللي كيهضروا بزاف. هاد اللائحه كانت فيها السميات ديال كاع العيالات ديال المنطقه اللي عارفين اسرار ديال هاد الشبكه تجار المخدرات، وفي الاول اولا اول اسم كاين في هذيك اللائحه هو ديال فرناندا. ودابا اجي نعرفوا بالضبط شنو وقع نهار الجريمه. في وسط النهار ديال 20 جولاي 2017 فرناندا غادي ترجع لسان رافائيل من السفر، خلات ولدها الصغير للعائله ديالتها وغادي تخرج تسارى في المدينه شويه. وفي واحد القنت مظلم اللي ما كتشوفوا حتى شي كاميرا تعرضات لها ديك الكانغو ديال لوتشيانو، تما غادي يطلعوا بزز منها الطوموبيل وطاروا بها في الشوارع ديال المدينه. لوتشيانو وصحابو بداو كيطعنوا في فرناندا بطريقه وحشيه، حتى بدات مسكينه كتغوت وكتحاول تحمي الصدر ديالها بيديها. هي فين دارت عطاتهم بظهرها باش هكا تحمي الجنين ديالها. تما فين كملوا عليها بدوك 4 الطعنات حتى تقبوا لها وحده من الريات ديالتها، تما فين لفظات اخر انفاسها. والدم اكيد بدا كيطرش في السقف ديال الطوموبيل. مع 9:10 دقائق ديال الليل تما فين كانوا وصلوا لهداك الجيست هاوس خرجوها من الطوموبيل مكلكمه في المانطا وحطوها فوق هذيك الماكينه الصابون. موراها مشاو كيجمعوا داكشي باش يشعلوا فيها العافيه مسكينه، جمعوا الحطب وداك العواد ديال الشجر، جابوا حتى البنوات واكيد المازوت ولا ليسونس باش حرقوها. شارجاو هادشي كامل في الطوموبيل ومشاو في نصاصة الليل لهذيك الطريق رقم 6، حطوا الجثة في الارض وستفوا فوقها كاع داكشي اللي جابوه معاهم صافي، وتما شعلوا فيها العافيه ومشاو في حالهم. اندريا مرات اوزفالدو في النهار ديال 21 جولاي ناضت هي وراجلها مشاو داو الطوموبيله لافاج وبداو كيغسلوا فيها باش يحيدوا اي اثر لهذيك الجريمه الوحشيه اللي دازت في الطوموبيله في الليله اللي قبل. نهار 21 جوان 2018 بدات المحاكمة في المحكمة القضائية ديال نيوكوين قدام هيئة المحلفين اللي متكونة من 12 عضو. هذه كانت أطول وأعقد محاكمة دازت على تاريخ المقاطعة اللي دوزت 11 يوم ديال الصراع. النيابة العامة هنا غادي تحط جميع الأدلة
تسجيلات الكاميرات المراقبه، الدم اللي تلقى في الطوموبيل، الاثار ديال الصبابط والروايد ديال الطوموبيل، زيد عليها ديك اللائحه ديال البوكوناس. في النهار الخامس ديال المحاكمه الدفاع غادي يجيب الاكس ديال لوتشيانو باش تكون شاهده نفي وتعطي حجه غياب وتقول بلا راه لوتشيانو كان معاها النهار كامل. ولكن هاد السيده غادي تفاجئ كل شيء وغادي تقول لهم لوتشيانو عيط ليا من الحبس وطلب مني انني نكذب عليكم ونقول لكم بلا راه كان معايا، ولكن الحقيقه انا ما شفتوش كاع داك النهار وما عرفتش فين كان. هاد الشيء بالطبع قلب الطاوله على لوتشيانو. المتهمين الخمسه وقفوا قدام المحكمه وقالوا حنا ابرياء، اكيد اي مجرم كيقول هاد الشيء مانيناش. واندريا ادعات باللي فرناندا كانت بحال اختها، ولكن هيئه المحلفين ما تفكوش معاهم. نهار 1 جولاي 2018 من مورا مداولة دامت لساعتين و15 دقيقة، هيئة المحلفين خرجت بالأحكام التالية: لوتشيانو هرنانديز وسفالتو كاستيو دييغو ماريلان وفابيو ماريلان تمت الإدانة ديالتهم بتهمة القتل العمد والإجهاض القسري. نهار 13 جولاي تحكم عليهم بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط من مورا 20 عام. زيد عليها خلصوا 318 ألف بيزو أرجنتيني كمصاريف قضائية. أندريا بيروكا تم الإدانة ديالتها بتهمة التستر والمساعدة في إخفاء معالم الجريمة وتحكم عليها ب 12 عام ديال الحبس. المحكمة برأتهم من تهمة القتل بدافع النوع الاجتماعي اللي هي الفيميسايد زعما، حيث المحلفين اعتبروا باللي السبب الرئيسي لهذه الجريمة كان هو حماية ديال الشبكة ديالتهم، شبكة التجار في المخدرات زعما، وايضا باش يسدوا الفم ديال البوكوناس. وقالوا باللي كون كان الضحيه راجل وعارف هاد الاسرار كامله كون راه حتى هو تنفذت فيه نفس الجريمه. الام ديال فرناندا خرجت للصحافه وقالت بالله هي راضيه على هذا الحكم ديال المؤبد اللي خداو. في 26 سبتمبر 2018 محكمة الاستئناف قبلت الطعن ديال أندريا، حيث القاضي ما وجهش لهيئة المحلفين بشكل صحيح. داكشي علاش تم إبطال التهمة وطلقوا السراح ديالها كاع وهي باقا حرة لدابا. أما حكم المؤبد ديال داك الرباعي فراه تم التأكيد ديالو عاوتاني في ديسمبر من نفس العام، ومن بعد في المحكمة العليا تم تأكيد عاوتاني نفس الحكم عليهم في أفريل ديال سنة 2019. وهنا القضية تسدات حين مبقاش عندهم الحق في الطعن مرة أخرى. داك الشخص السادس إلى عقلتو اللي كانوا ضروا عليه في التليفون، البوليس عمرهم قدروا باقي يطيحوا عليه. الشبكة ديال المخدرات عمرهم قدروا يفككوها، غير جاو منافسين آخرين وخداو بلاصتهم. وهنا القضية ديالتنا غادي تكون سالت. نتمنى أنكم تخليوا لي الرأي ديالكم فيها في الكومنتس، وكيف العادة عاوتاني ما تنساوش لايك كومنتير بارطاج، وإلا كنتي جديد ما تنساش دير سبسكرايب، وما تنساوش انكم تشيكيو حتى لاباج انستغرام اللي غادي نخلي لكم اللين ديالها اما في الديسكريبشن ولا في اول كومنتير، تما فين غادي نبدا نحط شورت كيسز، شي حاجه اللي قصيره اللي تصلاح تكون ريل. ودابا غادي نقول لكم see you in the next one.